السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم طبق المغوزيه على الطريقه ديالي. كيجي لذيذ بزاف، كيجي معسل مجمر ومعلك. اللحم كيجي فحال المخ، كيجي فتي وزوين. بالنسبه للمقادير كنحتاجوا اللحم ديال العنقره. انا هنا استعملت العنقره. كاين اللي كيستعمل طرفه اخرين ديال اللحم اولا العظام، كيجمعهم هكا وتيصيب بهم المغوزيه. بالنسبه للتوابل عندي سكينجبير، زعفران الحر، الخرنقوم البلدي اولا الكركم، ابزار، الفلفل الاسود، وعندي الملحه. كنستعمل هنا العطريه ديال المغوزيه، السمن الحار، وزيت المائده. هنا عندي الثومه اللي طحنتها وكنحتفظ بها جانبا. هنا خديت الطنجره. اول حاجه كنوضع فيها واحد المعلقه، هذه المعلقه موين ديال البزار، ومعلقه ديال الخرنقوم، هذه راه ماشي المعلقه الصغيره، معلقه موين، ومعلقه ديال سكينجبير، الملحه تقريبا معلقه الا ربع. ممكن يبقى على حسب الكميه اللي عندكم ديال اللحم كتستعملوا العطريه. بالنسبه للمغوزيه غادي نستعمل 2 المعالق حيت هي الاساس ديال هذه الوصفه. غادي نضيف ليهم زعفران شعره. هنا بغيتو تضيفوه بحالي هكا مباشره كتضيفوه، بغيتو تسخنوه وتحكوه هكا بين يديكم وتضيفوه، سخنوه وحكوه. المهم انا وريتكم الطريقات بجوج. انا نرميه بحال ما هكذا. كنضيف ليه السمن الحار. غادي نستعمل تقريبا واحد المعلقه ونص. هاد السمن عندي راه ماشي حار بزاف، يعني هو هذاك مزيان. كان عندكم حار بزاف استعملوا غير معلقه واحده. هنا غادي ناخذ شويه ديال الماء، غادي نخلط به هاد العطريه حتى يذوب ليا داك السمن شويه في ديك العطريه وينسجموا مع بعضياتهم. عاد غنزيد ليهم واحد شويه اخر ديال الماء اللي يمكنني انني نقد فيهم دوك الطرفات ديال اللحم اللي عندي كاملين. هنا ما درتش الثومه في هذه المرحله حيت غادي نخلي داك اللحم منقد واحد المده ديال 3 سوايع او 4 سوايع عاد باش غادي نطيبو. يعني هنا كنمرمد دوك الطريفات ديال اللحم مزيان في ديك العطريه وكنخليهم كيتشربوا حتى داك اللحيمه تتشرب ديك العطريه كلها. الطريفات كلهم نرمدوهم مزيان. عاد من بعد 4 ساعات عاد كنضيف لهم الثومه. هنا كاين اللي كيستعمل البصله، انا ما كنستعملش البصله، كنستعمل غير الثومه. وكنضيف الزيت. هنا الزيت راه استعملت تقريبا نص كاس حيت عندي اللحم ديال العنقره تيكون ميدم، يعني ما استعملتش الزيت بزاف. صافي ودرت ديك اللحيمات كيتقلاو. من الاحسن ديروهم في شي طنجره اللي تكون كبيره باش ملي كتبغيو تقلبوا داك اللحم ما كيعذبكمش. صافي هنا بداو كيتقلاو ليا من واحد الجهه وكنقلب دوك اللحيمات على الجهه الاخرى باش كيتقلاو مزيان. داك الزعفران طلق اللون ديالو، عطى اللحيمه واحد المذاق زوين. غطيت عليهم غير واحد شويه على ما طلقوا داك الماء ديالهم. هانتوما هنا راني ما دايره حتى شي نقيطه د الماء، راه غير الماء ديال اللحم اللي تقلى فيه هو اللي طلقوا. صافي هانتوما اللحم راه تيتسلط واحد شويه، يعني ما تيبقاش بالحجم ديالو. شوفوا هاد لاصوص راه كلها طلقها غير اللحم، يعني ما فيش نقطه ديال الماء. كنقليه وكنعاودو كنبقى نقلب فيه وكنشحر فيه مزيان حتى كيتشرب ليا مزيان ديك العطريه. عاد غادي نضيف ليه الماء. هنا انا عندي اللحم صغير، في ساعه كيطيب ما غاديش نغطيه بالماء. كان عندكم اللحم شاد شويه الطياب حاولوا تغطيوه كله بالماء حتى ما يبقاش يبان لكم اللحم. انا هاد الماء تقريبا راه عندي كافي حيت اللحم صغير. غنغطي عليه وغادي نخليه تيتشحر. من الاحسن ديروه على الفاخر وتخليوه يطيب على المهل. المرحله الثانيه غنحتاج ليها الزبيب واللوز اللي سلقته وقليته، وغنحتاجو العسل. الا ما عندكمش العسل ممكن تعوضوه بالسكر. من بعد ما طاب اللحم وبقات خاصه تقريبا غير واحد ربع ساعه باش نقدمو، كنضيف ليه داك الزبيب اللي عندي. الا عندكم الزبيب الكحل يكون احسن.
انا عندي غير هاد الزبيب الابيض هو اللي استعملته، الكحل كيعطيه واحد اللون اخر، واحد التعسيله زوينه. غنضيف ليهم العسل. انا هنا غادي نضيف واحد 2 المعالق. كيف ما قلت لكم، الا ما عندكمش العسل استعملوا السكر، كديروا واحد الطويبه اولا كديروا 2 معالق ولا 3 على حسب الحلاوه. كيف ما كتعرفوا المغوزيه كتبغي تكون ما بين الحلاوه والملوحه. صافي غادي درت المعلقه الاولى، هذه المعلقه الثانيه، وغنحاول ندوب داك العسل في وسط ديك لاصوص. العسل بارد، لاصوص سخونه، في ساعه غادي يذوب. شوفوا اللحم شحال كان كثير في الاول، من بعد راه تيسلط، ما تيبقاش الحجم ديالو كيتقلص وكيقلال الغنمي. غادي نبقى تنحرك فيه في داك العسل حتى كيبدا كيتعسل ليا وداك الزبيب كيبدا كيتنفخ. هنا ما كنوقفش عليه التحريك. هنا ضفت واحد العويد ديال القرفه، بغيتو تضيفوه ضيفوه، ما بغيتوش بلاش، حيت العطريه ديال المغوزيه كتكون فيها كميه معقوله ديال القرفه، كتكون النسمه ديالتها غالبه. الحيمه بدات كتجمر، انتما راه بقات غير وقفات في داك الليدام ديالها. وكيف ما شفتوا في الاول انا ما استعملتش الزيت بزاف، استعملت غير شويه ديال الزيت. صافي غير داك الليدام ديال العنقره داب، المريقه وقفات. هانتوما الدغميره شحال زوينه، واخا ما استعملتش كاع لا بصله لا والو. هنا بغيتو تستعملوا البصله راه كتجي لذيذه، الا كنتو ما غاديينش تحتفظوا بها استعملوا البصله، كنتو غتحتفظوا بها كل ما غتجبدوا منها شويه ديروا غير الثومه راه كافيه. هنا الزبيب بدا تيتعسل، ما توقفوش عليها بالتحريك. كيف ما كتعرفوا السكر اولا العسل راه كيبدا كيلصق في القاع ديال الطنجره اللي كطيبوا فيها. ومنين تحركوا حركوا غير بالمهل باش ما تهرسوش دوك الطريفات ديال اللحم ويبقاو صحاح. ما توقفوش عليهم بالتحرك، وقفوا حدا البوطه منين تكونوا تتعسلوا هكا في الحيمه. صافي منين كنوصلوا لهاد المرحله ما كنبقاوش نحركوا بالمعلقه، كنوليو نحركوا الطنجره، كنحركوها باش داك اللحم ما يتحرقش ويلصق في القاع. الزبيب مع السكر كيبدا كيلصق ديك لاصوص في القاع. صافي هنا عندي المغوزيه وجدات، غادي ننزلها في الصحن التقديم. الطريفات بقاو صحاح، ولكن راه غير تتقيسوهم بيديكم تتبعوكم، يعني طيبه مزيان بحال المخ. ديك اللحيمه جات مجمره ومعلكه مزيان. من بعد ما غادي نستفوا دوك سميتو الطريفات ديال اللحم في الطبسيل، هانتوما شوفوا حتى العظام حتى هما تيتعسلوا. درت عليها داك الزبيب وديك الدغميره وحاولت ما نهزش داك الليدام. هنا خويت شويه في الوسط سخون باش تبقى داك الطبسيل يبقى ليا سخون، والفوق درت غير داك الزبيب المعسل. صافي غادي نزيد من الفوق اللوز اللي سلقته وقليته، كديروا الكميه معقوله نيت، واللي بقى لكم كتنزلوه في هكا في طبيصلات في الجنب ديال الطبسيل. صافي وكانت هذا هو الطبق ديال اليوم. كنتمنى يعجبكم وتعجبكم طريقتي، غير جربوها راه كتجي لذيذه. وداك المذاق ديال الزعفران وديال المغوزيه كيعطيها واحد اللذه خطيره. كنتمنى ما تنسونيش في اللايكات، وكنقول لكم الى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.